احكي يا شانونتي، قناة لكل الأسرة. متابعيني الحلوين، السلام عليكم. النهاردة شانونتي هتتكلم عن موقف بيحصل لنا كتير قوي من ناس غريبة فيهم طبع أغرب. اللي هم مين بقى؟ تعال أقول لكم. ساعات مثلا أي حد فينا بيبقى عنده ضغط في حياته من حاجة معينة، زي أم لسه جايبة نونو جديد مش عارفة تنام منه وتعبانة ومرهقة، حد تعبان من شغله وقرفان، حد بيعاني من مشكلة في الفلوس والمصاريف والحياة واللي عايشينها، ويجي مثلا يطلع الضغط ده ويكتبه على صفحته على السوشيال ميديا ايا كانت ايه هي. يقوم بقى ايه؟ يجيله شوية تعليقات لوز العنب، اللي هو ايه بقى؟ هو انت لسه شفت حاجة؟ هو انت لسه شفتي حاجة؟ طب ده انت لسه في الاول. لا لا لا، ده انت لسه في الاول. ده اللي جاي منيل ب60 نيلة، ده اللي جاي مش عارف ايه وهاتك ايه. تقراها من هنا يجيلك سكتة قلبية وانت قاعد اصلا، اكتئابك يزيد، ضغطك يعلى، وتضرب نفسك 100 بلغة انك كتبت حاجة. ايه الناس دي؟ يا عم عندكم حاجة حلوة قولوها، ما عندكوش حطوا بقى فرد شرابات في بقكم، ما تعلقوش، احنا مش ناقصين هم. اللي بيشتكي ده وبيقول بيبقى محتاج حد يطبطب عليه، حد يقول له معلش، حد يدعي له يخفف عنه، مش حد يسابق عليه. احنا مش في سباق، احنا ما نخليش دبشنا دايما سابقنا كده. ممكن بتبقى من غير قصد، بس فعلا بتضايق اللي قدامك جدا. يا ريت نخلي بالنا على مشاعر بعض، ويا رب نزيح اي حاجة واي هم عن اي حد، ونبقى فل الفل بقى، بلاش شكوى ووجع دماغ والناس غريبة كده. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم دوسوا لايك، وما تنسوش السبسكرايب عشان خاطر شعنونتي ما تزعلش. استنوني في اللي جاي، والسلام عليكم. احكي يا شانونتي، قناة لكل الأسرة.